أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنعمل حاجة عملية مع بعض. كتير بيسألوني إزاي أكتشف القانون الروحي اللي مسيطر على حياتي، وإزاي أعرف إيه اللي بيحركني من جوه. في رحلتنا الأسبوع ده اتكلمنا عن الأبعاد الثلاثة: الروح والعقل والفعل. النهاردة هناخد خطوة عملية عشان تكتشف القانون الروحي اللي مسيطر على حياتك. طيب، في حياتنا في قوانين روحية كتير بتشتغل، بس في قانون واحد بس غالبا هو المسيطر. القانون ده بيأثر على طريقة تفكيرك وعلى قراراتك وعلى علاقاتك. على سبيل المثال، لو قانونك المسيطر هو قانون النية، فغالبا انت بتحط أهداف وبتخطط كتير. طيب، لو قانونك المسيطر هو قانون الاهتزاز، يبقى انت حساس للطاقة والأجواء المحيطة. طيب، لو قانونك المسيطر هو قانون التخلي، فبتلاقي صعوبة في التسليم وبتتعلق بالحاجات جدا. طيب، خلينا نبدأ التمرين ده دلوقتي مع بعض. هحتاج منك ورقة وقلم أو اكتب لي في الكومنتات. الخطوة الأولى إنك هتراجع حياتك. فكر في آخر 5 سنين، أكتر لحظات حسيت فيها بالرضا والسلام الداخلي. كنت بتعمل إيه؟ وكنت مع مين؟ وكنت فين؟ الخطوة التانية: أكتر لحظات حسيت فيها بالتوتر والضغط. أكتر لحظات كنت فيها مش مرتاح. كنت بتعمل إيه؟ وإيه السبب؟ الخطوة الثالثة: ابحث عن النمط. شوف اللحظات السعيدة، هل كان فيها نمط مشترك؟ مثلا كنت في الطبيعة، كنت مع ناس معينة، كنت بتعمل حاجة بتحبها. اللحظات الصعبة، هل كان فيها نمط مشترك؟ كنت بتتجاهل فيها احتياجاتك، كنت بتجري ورا هدف مش بتاعك. الخطوة الرابعة: اسأل نفسك 3 أسئلة. السؤال الأولاني: ايه أكتر شيء بيستهلك طاقتي في اليوم العادي؟ السؤال رقم 2: لما بتكون في حالة سلام، ايه اللي بيحصل حواليا؟ السؤال رقم 3: ايه الشيء إذا غاب عن حياتي بحس بالفراغ؟ الخطوة الخامسة: تيجوا بينا نشوف النتيجة. لو لقيت نفسك مركز على تحقيق الأهداف والخطط، فقانونك الغالب هو قانون النية. ولو لقيت نفسك حساس للطاقة والناس والأماكن، فقانونك الغالب هو قانون الاهتزاز. ولو لقيت نفسك متعلق بالحاجات والناس ومش بتعرف تتخلى بسهولة، فقانونك الغالب هو قانون التخلي. خد بالك، التمرين ده هو مجرد بداية لاكتشاف ذاتك. مش لازم تحدد قانون واحد وتثبت عليه، لكن الهدف إنك تكون واعي، لأن كل وعي بنوصله بيغير حالك. لكن الفكرة إنك تبدأ تفهم الأنماط اللي بتمشي عليها حياتك. شاركوني في الكومنتات إيه اللي اكتشفته عن نفسك من خلال التمرين ده، وإيه اللي عايز يتعمق أكتر. وفي الدليل المجاني اللي انت هتاخده هتلاقي 5 خطوات لبدء رحلة التوازن النفسي. هتلاقي في الوصف لينك التسجيل عشان يجيلك الدليل ده، وهتلاقي في الدليل ده تمارين أكتر وأدوات عملية أكتر. وفي لقائنا الأسبوع الجاي هنتكلم بشكل أعمق عن قانون النية وإزاي تستخدمه في حياتك اليومية. اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.